ثم يلا نسمعوا ناس من عندكم يقولوا لنا كيفاش ساعد المروك، ساعد الثورة الجزائرية. اسمعوا معايا هذا الطيار المغربي اللي اسمه صالح حشاد، اللي كانت في مراكش مدرسة فرنسية لتدريب الطيران الفرنسيين، ولهذا أصبحنا أول فوج اتصلنا في مراكش للتدريب على الطيران مع الفرنسيين. وهذاك الوقت كان الحرب أشد ذروها في الجزائر، وكانوا يدربون الطيران في مراكش ويذهبون بهم إلى الجزائر ليقصفوا من المغاربة من مراكش. يعني الطيارون من مراكش لما يكمل التدريب ديالو يذهب إلى الجزائر. بعد كنت أقوم باستطلاعات في فوق التراب الجزائري لأرى ما يعني التحركات ديال الجيوش الجزائرية. وفي هذه الفترة كنت أرى بأن الجزائريين كان يصلهم الماء على مثل شاحنات كبرى يعني ستان، وقمنا بقصف هذه الشاحنات لكي لا يصل الماء إلى الجنود. هاي يعني المساهمة نتاعكم في الثورة الجزائرية هي ضرب الجزائريين بالطائرات بمساعدة الفرنسيين. يعني هذا الطيار هو يحكي بصريح العبارة، يعني مش محتاج كلامه لأي تأويل، والحوار تاعه هو موجود في القناة الجزيرة في الحوار تاعه مع أحمد منصور في شاهد على العصر. هو يعترف ويقول باللي فرنسا كانت تكون الطيارين المراركة وفي تخرجهم يدوهم يضربوا الجزائر. فبالله عليك يا المروكي، كيفاش ساعدتوا الثورة الجزائرية؟ كيفاش راك حاب تقنعني أنكم ساعدتوا الثورة الجزائرية؟ ربما أنتم تقصدوا الثوار اللي كانوا موجودين في وجدة. ياك فهمناكم من قبل وقلنا لكم أنه من واد ملوية لهون هذه أراضي جزائرية، وأن الساكنة في هذه المنطقة هم موقنون ويعلمون جيدا بأنهم جزائريون. فالتآمر نتاع المخزن ماهوش محتاج إلى الكثير من الشرح ولا هذا طيار عندكم صالح حشاد، وهذا كان موجود في عندكم في المروك، واعتقد انه الحسن الثاني دخلوا للسجن. هذا موضوع ممكن يا سيدي تقولوا لي عدم كفاية الأدلة، زيد أعطينا دليل آخر. واش رأيكم لو كان نسمعوها من عند الحسن الثاني شخصيا؟ طبعا أنتم تعرفوا الكاتب الكبير والصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ومحمد حسنين هيكل هذا كان صديق شخصي للكثير من الملوك والرؤساء العرب، واللي كان أبرزهم الحسن الثاني. لما وقع تسليم طائرة الثوار سنة 57 سلمتها المروك، سلمتها يا جماعة ما تزوقوش العبارات وما تحوسوش على عبارات منمقة وعبارات مزوقة للحادث. المغرب خان الجزائر وألالين، يعني ما تكثرش بزاف التفسير والتأويل. الحسن الثاني سلم طائرة الثوار الجزائريين اللي راحوا عند باباه، راحوا عندهم على أساس أنهم أشقاء وعلى أنهم يساعدوا الثورة الجزائرية. بعد ما كملوا اجتماعهم مع محمد الخامس تم تسليمهم هكذا بطائرتهم إلى فرنسا. الحكاية إذا سمعتوها من عندي ولا من عند أي واحد جزائري ربما تقولوا لا فيها إن. وش رأيكم لو كان نسمعوها من عند محمد حسنين هيكل كما سمعها من الحسن الثاني؟ اسمعوا معي. أنا نمرة واحد، وجودهم في المغرب كان بيقوي جدا شيء اسمه منظمة التحرير المغربية، جيش التحرير المغربي، ودي جماعات وطنية قامت أثناء نفي الملك محمد الخامس بعيد عن المغرب ومعاه الأمير الحسن والملك الحسن فيما بعد، نفوا من المغرب، فبدت حركات مقاومة، وبعدين رجع الأمير الملك ورجع معاه ولي عهده، فإذا بهؤلاء الناس اللي قاوموا في غيابهم ومن أجل رجوعهم يعتبروا نفسهم قوة دائمة راغبة في البقاء في المغرب. واحد، ثم هم هذه القوة تستقوي بوجود الثورة الجزائرية في المغرب العربي بهذا الشكل وبوجود قادتها. ثم ثلاثة، إنه في أسلحة متبادلة
او في اسلحه بتجري تهريبها كتير قوي وبعضها بيروح للمغاربه ونحن لا نفهم ما قصد هذه المغاربه. حاجه 4 انكم يا اخي، هو بيقول لي في ذلك الوقت، بيقول لي انتوا بتحرضوا على الثوره في المغرب، وهذا يعني احنا كنا بنجده خطر. فزعماء الثوره الجزائريه كمان ايضا كانت منهم مشرقيه معاكم لانكم ابتدوا معاكم وانتم عمالين. فهو كان له راي انه هؤلاء الناس خطيرين. لا يحتاج الى الكثير من الشرح والكثير من التأويل والكثير من التعرير كما يقولوا، خلاص يعني الامور كانت واضحه. هو انه الحسن الثاني كان متخوف من تصدير الثوره الجزائريه للمروك، وهذا كان سبب وداعي مباشر باش يخون الثوار الجزائريين ويسلمهم الى فرنسا. والمبرر كما قاله محمد حسين هيكل، احنا ما جبناش حاجه من عندنا، محمد حسين هيكل سمعها من عند الحسن الثاني. فالجماعه اللي راهم يقولوا ساعدناكم في الثوره وعاوناكم ودعمناكم وكذا، يا ودي طفوا الفرفره، يعني ما تمشيش بعيد في هذه التأويلات. ربما كاين جزء أنا قلت من الشعب المروكي اللي هو موجود على الحدود مع الجزائر، وهذاك أصلا شعب جزائري. احنا رانا قلنا باللي الحدود الجزائرية الحقة تمتد إلى نهر واد ملوية. فرنسا لما دخلت سنة 1800 إلى غاية واد ملوية. فرنسا لما دخلت سنة 1830 لقات النفوذ والسيادة الجزائرية من في الحدود الغربية تمتد إلى واد ملوية، يعني وجدة اللي كانوا فيها الثوار الجزائريين كانوا في بلادهم. حتى بعض الثوار الجزائريين اللي راهم مولودين في وجدة مولودين في الجزائر في بلادهم، لأنه وجدة جزائرية. إذا كنتم تتعاملوا معنا بالألوان، تحكموا يا نخبة الألوان أنا مسميهم، يروحوا يلونوا كلش باللون الأحمر بالكذب والبهتان. احنا رانا نتكلموا على واد ملوية ووجدة، نتكلموا عليها من منطلقات واقعية، يعني هذه هي حدودنا الحقة. إذا حبينا نتكلموا على التاريخ، الخلافة العثمانية وصلت إلى غاية واد ملوية، وكان ثم الحسين داي كان يحكم إلى غاية واد ملوية. من واد ملوية لهنا هذه أراضي جزائرية. فبالتالي لما تقولوا لي دعمنا الثورة الجزائرية في وجدة، لا يا أخويا، هذيك أراضي جزائرية والسكان هناك جزائريون وأصلا جزائري، وسيأتي يوم من الأيام ويثورون ويعودون إلى بلادهم، يثورون ويرجعوا وجدة، يرجعوا الرزق الأهل والأموالين. ثم راكم دائما تقولوا دعمنا الثورة الجزائرية. كيفاش ثم أولا تنكروا الثورة الجزائرية، تنكروها أصلا. والآن أنا جبنا لكم أدلة من عندكم، صالح حشاد ومحمد حسين هيكل يحكوا قصة خيانتكم للثورة هذه، بلا ما نحكي على خيانتكم للأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله، اللي خنتوه في وقته وراكم تخونوا فيه في هذه الأيام في وسائل إعلامكم التي تشتم الأمير عبد القادر ليل نهار وتصفه بالأجير إلى غير ذلك من الكلام السخيف. كيفاش الدليل الثالث اللي يأكد بأنكم أو بأن المروك كان ضد الثورة الجزائرية وكان يتآمر على الثورة الجزائرية، أنه مباشرة بعدما حصلت الجزائر على حريتها واسترجعت السيادة الوطنية على أراضيها، أول شيء داروا الحسن الثاني هو أنه حارب الجزائر. ما نظنش باللي نقدروا نتكلموا أكثر من هيك في هذا الموضوع. اللي فهم واللي ما فهمش المرة الجاية نجيبوا له السبورة والطبشور ونعاودوا نقرأ.